وهذا السؤال يقول: هل يعتبر من يقول إن الشيخ ربيع متشدد في الجرح؟ هذا يعني السؤال كأن له تكملة، العبارة هنا ما هي واضحة. إن هذه المقالة صحيحة مثلا شيخ؟ ها؟ المقالة هذه صحيحة؟ لا، هذه مقالة باطلة. يعرف هذا من يعرف الشيخ حفظه الله وسيرته وحياته ومناصحاته لهؤلاء الذين تكلم فيهم. وأنا قد تكلمت على هذا في الدمام في مجلس ونشر على النت، سجل كله وفرق. أقول الشيخ حفظه الله ورحمنا وإياه يصبر كثيرا على مناصحة هؤلاء الذين تكلم فيهم، ويصبر 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 ويبين لهم ويكاتبهم، والدليل على ذلك ردوده هذه بين أيديكم التي طبعت، ترون فيها كم مناصحته لمن رد عليه، وكم صبر وهو يناصح، وكم كاتبه، وكم 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 إلى آخره. ثم بعد ذلك ما أمامه إلا أن يبين الحق الذي يعتقده إذا رأى عدم استجابة. فهل هذا يقال عنه متشدد؟ إيش هذا الكلام؟ هذا كلام ساقط. ولكن هؤلاء لا يعرفون هذه الكلمة، سمعوها فتلقفوها فأصبحوا يهرفون بما لا يعرفون. فإن التشدد في الجرح هو أن تجرح بما ليس بجارح، هذا هو التشدد في الجرح. يقال فلان متشدد، وهذا عند علماء الجرح ما هو؟ الذي يجرح بما ليس بجارح، هذا يقال عنه متشدد. أما الذي يجرح بالجارح هذا ليس متشدد. فالذي يجرح بالأمور المبينة المفصلة القائمة على هؤلاء الذين رد عليهم من دعوتهم إلى التحزبات ودعوتهم إلى كل انحراف بين عنهم نقلا من كلامهم المسموع أو المطبوع، هذا ما هو متشدد، هذا ليس بمتشدد.